في قرية صغيرة من قرى الصعيد ولد اسمه محمود. عمره 9 سنين. كان عايش مع أمه لوحدهم بعد ما أبوه توفى. كانت أمه كل حياته صاحبة وأم، وكل الدنيا في عين الطفل الصغير. اتعبت الأم ومرضها طول، وفي الآخر فارقت الدنيا. محمود ما نطقش، ما عيطش قدام حد، لكنه من يومها كل يوم كان يروح للمقابر بعد المدرسة، يقعد جنب قبرها، يحكي لها عن يومه، عن المدرس اللي زعقله، وعن زميله اللي شارك معاه الساندويتش. الناس شافت ده أول مرة وقالوا طفل متعلق بأمه، بس الغريب إنه كان بيروح حتى بالليل. واحد من أهل البلد شافه نايم جنب القبر، بطنه فاضية وعينيه كلها دموع، وبيقول: يا رب خد مني أي حاجة بس رجعلي أمي. الكلام وجع قلب الراجل، ونقلوا لأهل البلد اللي اتأثروا جدا. وفي خلال أيام الناس بدأت تزور محمود، يجيبوا له أكل، لعب، حتى واحدة ست كبيرة ما كانتش خلفت طلبت تربيه. وبعد شهور الطفل نفسه بدأ يضحك، والمدرسة بقت بتحكي عن الولد اللي رجع أمه.